صباح الفل يا صباح الياسمين يا صباح العنبر. اللي سنة وانتم طيبين يا حبايبي وتعودوا لها بخير. هنقول ايه يا حبايبي؟ هنقول بسم الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب، ويرزق كل من كان واللي ما معاش الذرية يا ربنا يديله الذرية الصالحة، أو يا ربنا يا رب ما يحرمش حد منهم أبدا، ولا من صحته ولا من عافيته. حبايب قلبي احنا رايحين فين دلوقتي؟ احنا رايحين فين بقى؟ الحاج مصطفى يقول لكم احنا رايحين فين. صباح الخير، صباح النور، صباح الشهد، صباح الياسمين، صباح العنبر، صباح كل حاجة حلوة يا حبيبي. طبعا احنا بقى النهارده طبعا احنا جبنا المولود والحمد لله ربنا طلعه لنا بالسلامة امبارح من الحضانة. فاحنا بقى ايه قلنا نعمل له اسبوع. طبعا هو الاسبوع كان النهارده، يعني الاسبوع لا الاسبوع المفروض كان امبارح. ما هو ان هو كان مولود يوم الخميس يعني يعتبر اه النهارده. بس هو كان ماشي، فاحنا كان ايه يوم قلنا ضرب. هنعمل له اسبوع. طبعا ما كناش نعرف نجيب له حاجه ولا نعمل اسبوع لما نشوفه هيطلع من الحضانه امتى. الحمد لله احنا بنحمد ربنا يا ربنا ولاد. حب ان ما يزعلش ابوه ولا امه، وربنا ما يخسرش حد وربنا ما ابدا. يخسرش حد يا رب. فلما رحنا امبارح عملنا له تحليل بره وبتاع، قالوا لك ايه الحمد لله الصفرة كده راحت وهتستلموا النهارده. فاحنا الحمد لله جبناه وجينا. قلنا ايه هنعمل ايه يا اولاد؟ هتعمل اسبوع؟ قلت لهم اسبوع بظروف. النهارده بقى هاخد منها ونعمل لها لامه مفاجأة، ولابوه طبعا ابوه في الغيط وامه طبعا في الشقة نايمة. قلت لها تعالوا ما نروح نجيب الحاجة ونيجي نعملها لهم مفاجأة. حبايبي واخواتي وهتروحوا في اي حتة هنروح خليكم نجيب معانا. الاسبوع ونيجي هنفرحكم معانا وتفرحوا معانا وتفرحونا حبايبي واخواتي. يلا مع السلامة. اخواتنا وحبايبنا، فرحنا فرحكم، زعلنا زعلكم، زي ما انتم بتفرحوا لفرحنا. ما نتحرمش منكم ابدا، وما يدخلش لحد ابدا يا رب لا غم ولا هم في حياته. اللهم آمين. ويجعلكم ايامكم سعيده وهانه، ويجعلوا رمضان مبروك عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كلها. يلا بينا يا حبايبي. يلا بينا. نفسنا فين بقى؟ طبعا احنا يا حبايبي جينا عندي بقى المحل بتاعي الاسبوع ما شاء الله حاجاته زي الفل اهوت، وهنجيب الملبس والحلاوه والحاجات الحلوه دي بسم الله ما شاء الله. هنا بقى يا حبيبي احنا خشينا بقى المحل هنا اهو. وده بقى ايه؟ ده عروسه دي. ده عروسه دي. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى جميع الحاجات اللي هي بتاع الاسبوع اهو يا حبايبي اهي. بسم الله ما شاء الله حاجة كلها زي الفل اهيت ونضيفة وحلوة. ودي بقى ايه بتاع الولد. الولد هو اللبني هنا اهوت اهي. والايه وديت بتاع البنت. بسم الله ما شاء الله اهوت يا حبيبي. بتاع المولود البنت او الولد. الصغير ده بتاع المولود الصغير. بصراحة المحل ما شاء الله حاطه زي الفل، وهنا كل حاجة حلوة. وده اسم المحل اهو يا حبايبنا اهو. واحنا برضو هنخش جوه برضو المكان برضو هنشوف الحاجات الحلوة بتاعتهم اللي زي الفل دي. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله بقى يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. هنا برضو الحروف وهنا كل حاجة زي الفل اهي. اللهم بارك اللهم بارك اللهم صل على النبي. اللهم صل على الجميع. كل حاجة حلوة اهو يا حبايبي هنا ايه في المحل. واحنا طبعا احنا مصورين برضو المحل اهوت. وهنا ايه دي بقى ارض الحرف بتاع الملكه ديت ولا ايه دي جميله اهو. وده ايه طربوش ده. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا بقى يا حبايبي هنا جميع كل حاجه حلوه بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو هنا يعني العلب هي بتاع السبوع على جميع الالوان اهو. بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايبي اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا بقى كل حاجة حلوة والله يا حبايبي هنا ايه في المحل دي. وهنا حاجات كلها زي الفل. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي وترضي النبي يا رب، ووسع الناس كلها وارزق الناس كلها يا رب بالذرية الصالحة كده، ويجوا ياخدوا لهم الحاجات الحلوة دي. هنا بقى يا حبايبي اهو. وريت شنط اهي. وهنا برضه هي ريت الشنط.
يعني العلب على جميع الالوان هنا بسم الله ما اي شاء حاجه الله. انت محتاجاها هي هنا بصراحه للسبوع المحل فيه تلقاها كل موجود. حاجه حلوه. على رأي اللي بيقولها من الابره للصاروخ. يا رب يجعل وشنا حلوه عليهم آمين يا كده رب بسم الله ما العالمين. شاء آمين يا الله، رب. ويجعل دخلتنا حلوه على المحل يا رب. آمين. ويرزق آمين. كل من كان وديت شنط ويوسع على اهي الناس برضه يا كلها. حبايبي اهي دي شنط. بصراحه يعني هنا برضو جميع الالوانات اهيت. لا دي الهون الجميل الهون. الهون ده قولوا الهون في الميكروفون علشان الهون يسمع بعمل اصوات كام؟ الكون. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لا هو لو ابنك هنا كان يتكلم معانا يمكن على ما ربنا يسهل وعلى ما نيجي نخلص. طبعا حبايبي بسم الله ما شاء الله على المحل. يا رب ترزق الناس كلها وتوسع على الناس كلها يا رب. كل بصراحة الحاجة بصراحة زي الفل والله. وهنا برضه اهوت ماما وبابا. فين النسواق بتاع ماما وبابا دي؟ دي حروف هنا دي. هنا حروف بقى باسم الطفل برضه. هنا برضه هنا بقى يا حبايبي هنا برضه الشمع والابريق. بسم الله ما شاء الله اهو زي الفل. يعني الابريق طبعا الشمع والابريق الازرق دي بتاع الولد، اما الثاني طبعا هنا برضو دي الشمع ده برضو بيتحط في ايه بقى يا حبايبي؟ ده اللي بيتعبى بقى مع الحلاوه والسوداني والحاجات دي. بقول بسم الله ما شاء الله. ربنا يرزقك يا حاجه، ربنا يرضي كل من كان يا رب، وربنا يفتح عليك يا حاجه، وربنا يرضيك ويجعلنا دخل خير عليكم وعلى الام. لا اله الا الله. صاحب المحل محمد عزت يا حبايبي يمكن يجي دلوقتي واحنا واقفين هنا. هنا بقى انت ما صورتش خش. طبعا هنا بقى يا حبايبي ده الحلاوه. الحلاوه التوفه والحلاوه التوفه حلاوه دي برضو جميع الحلاوه اهي. والبتاع هنا برضو الملبس بجميع انواعه. دي حلاوه فاصوليا دي. وده بقى الحروف دي حروف دي. طبعا المحل يا حبايبي بتاع الاستاذ محمد عزت. طبعا المحل ده بتاع الاستاذ محمد عزت بالطمية في بالمنصور. جميع كلية حاجة السبوع موجودة عنده، في اللي في الغالي وفيه الرخيص، وطبعا على طبع مقدرة أي حاجة. طبعا حبايبي بقى دي حاجات بقى بتتنفخ كده في السبوع، بتتعلق زي البلالين. دي بتتعلق كده بتبقى عامله زي البلالين. دي كاف. دي كاف. دي بس دي يعني بليون. هنا برضو ده بيبي. دي بيبي. ودي دي بقى ماما تعبت فيا. ماما تعبت فيا. طبعا دي برضو سبوع. دي يوم سبوعي. ده بقى يا حبايبي يوم سبوعي. يوم سبوعي هو مش سبوع انا. ودي الشمع دي الشمع برضو اللي بيسترجع يا حبايبي. ست شمعات واللابريه. بتحط طبعا على الصينيه. بتحط على الصينيه يا حبايبي. دي بتحط على الصينيه. احنا بنصور في المحل يا حبايبي، لسه بنروح بقى ونعبي الحاجه وبتاع. اخليكم معانا وما تروحوش في اي حته. طبعا حبايب قلبي صاحبه المحل حبيبه قلبي ادتني هديه حلوه، فبتقول لي نقي، قامت منقيه لي الهديه الجميله بتاعتها دي. فقلت لها والله انا نفسي ازور الكعبه، ربنا ينولها لي يا رب اهي. فهي اللي جابت لي الهديه الجميله دي، وحط لي فيها ايه بقى؟ حط لي فيها حلاوه وحاجات حلوه.
شوفوا الهديه يا حبايبي اهي، حاطه لي فيها حلاوه وحاطه لي حاجات حلوه، فربنا يكبر بخاطرها وربنا يرزقها يا رب، ويجعلنا دخلتنا على المحل كل كده، ويوم يومها يبقى يوم زي العسل كده، ويرزق الناس كلها يا رب. الهديه يا حبايبي، دي الهديه ليا انا. يلا شوفوا بقى العود الكسر. طبعا بصراحه يعني الحاجات كلها مغريه يا حبايبي، الواحد احنا لو محتار. اتبقى معانا بقى فلوس هنجيب البتاع ده. ها؟ بس لما نشوف كده الفلوس طبعا ده بقى حبايبي بصراحة دي بتاع الولد. لو يعني الموضوع هادي يعني لو الموضوع ما فتحش قوي هنجيب البتاع الايه السرير ده. فاحنا ايه اما نشوف بس احنا لسه ما حسبناش. ومخدته كمان. طبعا يا حبايبي برضه هنا ايه دي بقى جميع الحلاوه، جميع الحاجات الحلوه. الزينه اللي فوق ده لا لا ما انا شكرا لك قوي والله، انا والله حبيتك والله. انا صورت وقلت والله صورتها وقلت برضه الحاجه الناس هي حلوه، ربنا يكبر بخاطرك وكل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. ده بتاع عمته بقى، طب تيتا ملهاش. طبعا حبايبي جايبه برضه دي تيتا صاحبة المحل، ربنا يكبر بخاطرها ويديها الصحة يا رب ويرزقها ويرزق كل من كان، وكل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلبي. طبعا هنا برضو جايبين ايه عمتها، دي عمتها ودي عمته. انا طبعا عندنا 2 عمته، بس جايبة ايه جايبة كمان واحدة ايه عمته لهنا. شكرا ليكي يا حبيبه قلبي، ما تحرمش منك ابدا. طبعا انت جبت لنا حاجات احنا ما كناش يعني في الفكر بتاعنا. ربنا يديك الصحه يا رب ويجعل يومك حلو وزي الفل، كل سنه وانت طيب. حبايب قلبي بقى الحاج مصطفى ربنا يكبر بخاطره قال والله ما احنا مروحين لما ياخد البتاع السرير وياخد ايه الهون عشان خاطر سليم. اسمع كلام امك. اسمع كلام ستك ام ابوك، اسمع كلام جدك مصطفى، اسمع كلام جدك مصطفى يا سليم. ربنا يديك الصحة يا حاج مصطفى ويطول في عمرك. وبصراحة يعني هو بيحب يا اولاد يعني احنا كنا كان جايب برضه لمحمد سبوع، بس كانت العملية هادية بقى، وكان في ايه بقى كان في حاجات كده، كانت في رخص يعني من كام و20 سنه. كانت الاسبوع دي كان جايبهم 200 جنيه، كنا ما شاء الله جايبين حاجات كتير. فربنا يكبر بخاطرك ويجي بزياده فوقه، وكل مولود يا رب واللي ما معاش اطفال ربنا يرزقها ويرضيها ويديكوا الصحه جميعا، ويرزق كل من كان، ويرزقك يا حاجه يا صاحبه المحل، ويرزقك ويجعلك اليافطة يا حبايبي اهي، دي يافطة المحل اهي. وده رقم التليفون. بصراحة والله يا حبايبي جميع كل حاجة هنا، الحروف هدايا للناس اللي متجوزين، حاجات كلها زي الفل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزقهم ويرزق كل من
طبعا حبايب قلبي بقى احنا كده ايه خلصنا بقى ورايحين فين بقى يا حبايبي؟ متوكلين على الله. فالانسان لما يتوكل على الله ربنا يعني بيحرسه. وان شاء الله بقى هنركب تاكسي بقى يا حبايبي ونروح بقى ايه البيت بقى ان شاء الله. طبعا احنا بقى يا حبايبي انا بقى يعني ايه، طبعا انا قلت برضو الحاجه ايه, ربنا يكبر بخاطرها، جابت لي الهديه الجميله ديت. بصراحه يعني هديه حلوه منك مقبوله وما تحرمش منك ابدا يا حبيبي. طبعا احنا بقى يا حبايبي ايه، قول على اسم المحل بقى لان انا طبعا يا حبايبي المحل دوت باسم الاستاذ محمد عزت، موجود ايه في الطميه. اي حد هيجي يسال عليه على بس ايه، محل الاستاذ محمد عزت، 1000 واحد هيقول له موجود اهوت. واليافطه بتاعته طبعا انا مصورها ورقم التليفون. والله ناس محترمه. والله وقمه الاخلاق وحاجاتهم الله وكيل. يعني واخد حاجات كتير وهتشوفوها. انا كنت دماغي كانت شاطحه لذلك ان انا قلت لو اتبقى حاجه هجيب ايه، هجيب السرير بتاع المولود. والحمد لله وربنا يكبر بخاطرهم ويسعدهم وربنا يرزقهم بحق جاي النبي يا رب. ويرضيك يا استاذ محمد من وسعه. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير. وطبعا يا حبايبي اللي ما فرحش ربنا يفرحه، واللي ما معاش اطفال ربنا يرضيه وتيجي تاخد السبوع بتاعها من عند الاستاذ محمد عزت. ما شاء الله كل حاجه طبعا نقول لكم ايه حبايبي واخواتي، اوعوا تنسونا في اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات منى ومصطفى داوود. السلام عليكم يا حبايبنا. طبعا احنا حبايبي بقى ايه، ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك عشان نقدم كل جديد. وخليكم معانا لما نعمل السبوع يا حبايبي. طبعا احنا جايبين السبوع بس من هنا، ما عملناش حاجه لسه. هنروح بقى البيت نقعد نعبي بقى الحاجات وهتشوفوا الحاجات الحلوه اللي احنا هنعملها. وتخشوا ايه تعملوا احلى لايك عشان خاطر مين؟ عشان خاطر سلومه حبيبي. فين؟ طبعا احنا بقى وصلنا فين يا حبايبي؟ جينا من المنصوره هنا وصلنا البيت. طبعا هنقول ايه بسم الله، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وبكامل الصحه. طبعا احنا بقى يا حبايبي احنا جايبين بقى ايه؟ جايبين الحاجه لسه ما جبناهاش. هنا بسم الله. طبعا حبيبي بقى دي الحاجه بتاعتنا اهي. طبعا دي احنا جبنا حاجات السبوع وهنعمله برضو وياكم هنا يا حبايبي، وايه عشان تفرحوا معانا وتتبسطوا.